بسم الله. مندوب الزمالك النهارده في اجتماع اتحاد الكوره مع رابطه الانديه مع الانديه، وده قدرنا يعني قدر الزمالك والزملكاويه، طالب بتقليل عدد اللاعبين الاجانب المحترفين، وقال انه ده في صالح الكره المصريه والمنتخب المصري. حضرتك رايح تمثل نادي الزمالك، حضرتك مش بتمثل اتحاد الكوره ولا بتمثل المنتخب الوطني ولا حتى بتمثل رابطه الانديه، انت بتمثل الزمالك ومصلحه نادي الزمالك. هل مصلحه نادي الزمالك في تقليل عدد الاجانب؟ لا. هل في مواهب مصريه موجوده عندك في الفريق تخليك تستغنى عن اللعيبه الاجانب؟ لا. طب هل لو انت في لعيبه مصريين عايز تشتريها من انديتها، هل الرقم اللي هتدفعه اقل من اللعيبه الاجانب؟ برضو لا. لما بتروح على اي نادي يقول لك انا عايز 40 و50 مليون دولار، اللي هو بتجيب بيه ممكن تجيب. ده طبعا انا بتكلم في الطبيعي، اللي هو زي محترفين بيراميدز، محترفين البنك الاهلي، تجيب لعيبه مميزه. طبعا احنا ما بنتكلمش على اللي موجودين في قائمه الزمالك، لانه الزمالك كل اللعيبه الاجانب الموجودين مع احترامي الشديد ليهم ما فيش حد فيهم يصلح انه يلعب في الزمالك، وما فيش حد عامل فارق في السكواد بتاع الزمالك، ودي مشكله اللي بيختار. يعني مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده، مش حابب اقلل من حد، لكن في الاخر احنا بنتكلم عن مصلحه الزمالك. فحضرتك راح تمثل مصلحه الزمالك، فمصلحه الزمالك بتقول ان عدد الاجانب يفضل زي ما هو او يزيد مش يقل، لانه انت اصلا محتاج فريق، محتاج تكون فريق من اول وجديد، فبالطبيعي محتاج الخمس لعيبه الاجانب وتجيب لعيبه مميزه، مش شرط ذات اسم عشان المقابل المادي، ولكن لو عندك ناس بتفهم، ناس عندها رؤية، ناس بتختار لصالح الفريق وصالح الزمالك فقط لا غير، هتقدر على الأقل تجيب من الخمسة دول 3 لعيبة مميزين، سنهم صغير، سعرهم قليل، مرتبهم قليل، وبالتالي يكون مردودهم كويس. بعد سنتين يظهروا مع الزمالك السنة الأولى والسنة الثانية، وممكن بعد سنتين تقدر تستفيد منهم ماديا إن أنت تبيعهم. ده الاستثمار والفكر الرياضي بيقول كده، لكن مش الفكر الرياضي ان انا اروح على انا عايز اقلل عدد الاجانب. ليه؟ عشان صالح الكره المصريه، عشان خاطر المنتخب الوطني. طب ما حضرتك كده بتمثل اتحاد الكوره مش بتمثل نادي الزمالك. حضرتك عايز تمثل اتحاد الكوره، انت انتخاب اتحاد الكوره وتمام، انت كنت بتمثل اتحاد اليد قبل كده فبتتكلم بمنظور انك كنت بتمثل الاتحاد مش نادي، لكن انت دلوقتي راح تمثل نادي الزمالك، مصلحه نادي الزمالك في زياده عدد الاجانب او زي ما هم، لكن مش ان هي تقل. ولما بنتكلم على الاجانب بنتكلم على الصفقات اللي تفيد الفريق، سيبك من الناس اللي موجوده دلوقتي. يعني ما يبقاش بتقيس اللعيبه الاجانب اللي موجودين عندك في الفرقه، لانه الموجودين عندك في الفرقه انت اول واحد عارف هم جم ليه وازاي. فاستفزني جدا. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم في القصه انه نادي الزمالك نزل بيان رسمي عبر مركزه الاعلامي ان الراجل بيقول ان انا طلبت عشان كذا وكذا، فده انا برد عشان كده. لكن هو الطبيعي ان مفيش حد يتكلم عن اي حاجه غير ماتش نهائي الكاس ان شاء الله يوم الخميس، ان كل اللعيبه ان شاء الله يكون كل التركيز، الجهاز الفني كل التركيز ان شاء الله يخشوا الماتش. طبعا بيراميدز فريق تقيل لسه واخد دوري ابطال افريقيا بمجهودهم بتعبهم بعرقهم، فالماتش صعب طبعا، لكن احنا مفيش في ايدينا غير ان احنا ندعم ونقول ربنا يوفقكم يا رجاله، وان شاء الله تقدروا ان شاء الله تكسبوا بيراميدز وتاخدوا الكاس وتفرحوا الجمهور الغلبان. لكن كان لازم نتكلم في قصه انه زياده عدد المحترفين او لا او بتاع. اصل انت مش مدخل في، يعني انت مش مدخل نكايه في الاهلي، فالاهلي بيقول عايز ازود فانت تقول لا انا عايز اقلل. يعني القصه مش كده، هي في الاخر مصلحتك فين؟ زي قبل كده الحكام الاهلي عايز حكام اجانب، لا انا عايز حكام مصريين. لا، هي ما بتقيس قضاياك او مصلحتك ان المنافس بيقول حاجه فانت تقول عكسها. لا، ما انت ممكن المنافس يقول حاجه لصالحك انت تستفيد منها، انت قول عايز ما تزود عدد الاجانب، هو يستفيد وانت تستفيد. حكام اجانب هيلعب حكام اجانب، ما انت بتشوف اللي بيحصل لك.
فحبيت بس اتكلم في القصة دي، وربنا يكرم الزمالك ان شاء الله يوم الخميس.